ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله النهارده كشري مصري. قطعت البصل الاول وحمرته، رشيت على البصل بعد ما قطعته شويه نشا، قمت محمراهم. وفي الزيت بتاع البصل قمت محمره العيش واخده من الزيت. وعملت الرز، سلقت هنا العدس بجبه، سلقت الحمص، عملت طشة التوم بالخل، وعملت طشة التوم بالطماطم والشطة. دي كده الشطة ودي الخل. وعملت الرز سلقت المكرونة. سلقت المكرونة الاسباجيتي والمكرونة الصغيرة على بعضها. عملت الرز بشعرية، حمرت الشعرية وقمت نازلة بالرز، كنت غسلاه. قمت حاطة القعد بتاعه. اول ما شرب المية قمت مهديه على النار. المكرونة سلقت المكرونة الصغيرة والسباجيتي مع بعض في حلة واحدة. طشة الخل، حطيت شوية زيت، شوية معلقة توم صغيرة خالص. ساعة ما اتلوحت كده مع الزيت قمت طشة الخل عليها والليمون زي طشة الفتة كده. الحمص كنت نقعاه وقلت سلقاه. الطماطم بتسبكيها عادي، بتفرمي طماطم وتحطي زيت في الدقية وتسبكيها. طشة التوم بالشطة، حطيت برضو شوية زيت. لوحت برضو تومة، معلقة توم كده صغيرة. حطيت بقى الطماطم وحطيت معلقة شطة، واللي عايز يزود شطة يحط. العدس شطفته، وشطفة حلوة، قمت حاطة عليه المية وسلقاه. البصلة قطعتها، وقمت رشة عليها رشة نشا، وقمت محمراها في الزيت. واحط برضو الحاجة على الصينية كده، واللي عاوز يزود يحط ويزود.
والعيش برضو قطعته وقمت محمراه في الزيت بعد البصل. كده انا خلصت الكشري. دي الدقه اهيت اللي بالخل، ودي الدقه اللي بالشطه والعدس والحمص والبصل والعيش، وده كده الصحن الكبير اللي انا غرفته. ولو عايزوا حاجه من على الصينيه ياخدوا منها. وهغرف برضو صحن طبق تقلية عشان اللي عايز يزود تقلية. ده كده طبق تقلية عشان اللي عايز يزود تقلية. لان انا غارفه الطبق الكبير ده عشان اللي يغرف يعني في طبق لوحده ولا حاجه.